السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. وصفتنا لليوم هي مقروط بريستيج بطريقة سهلة، والبنة تاع هذا المقروط روعة، وبلا ما نهضروا على الشكل تاعو. تبعوا الفيديو للأخير باه تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله في المقادير. عندنا 3 كيلات تاع سميد اللي يكون متوسط. كملاحظة إذا صبتوا هذاك السميد رقيق بزاف، خلطوه مع الخشين، ونضيف ملعقة كبيرة تاع الفارينة وملعقة صغيرة تاع لافاني، ونضيف الملح، ونخلط هذه المكونات مع بعضهم البعض بهذه الطريقة. ودروك راح نضيف كيلة الا صباع تاع السمن ولا المارغرين كيما تبغوا. هنا السمن كنت ذوبته، ديروا عبر قل صباع كيما قلت لكم، وكملوا العبر بالزيت. وهنا السمن لازم يكون بارد، بقى يتحركي فيه حتى يبرد. السمن ما لازمش يكون سخون، لو كان يكون سخون من بعد المقروط تاعكم ما راحش يجيكم شباب، وما راحش يشرب لكم هذاك الحسل كي تعسلوه. هنا كنت حطيته على السميد ونبدا نحرك فيه غير بيدي، غير بالاصابع بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا في الفيديو. من بعد نبدا نحك فيه بين يديا بهذه الطريقه، نحكه غير 2 دقائق برك. ودروك راح نحبس في هذه المرحله. هنا لازم يبات، ومن غدوه ذاك راح نشمخوه بالماء والمزهر، نغطوه بالبابي فيلم ونزيد الطرشونه ونخليه يبات. غدوة من ذاك حضرت الحشو تاعي. الحشو راح نديرو بالغرس، نقيته مليح وبقيت نخدم فيه باه يولي شوية طري، ونضيف ملعقة تاع الزبدة نخلطها مع الغرس تاعي بهذه الطريقة، ونضيف ملعقة كبيرة تاع سكر كلاصي وشوية تاع القرفة، واللي ما يبغوش القرفة ما يديروهاش. من بعد نبدا نعجن فيهم، ونبدا ندخل في هذوك المكونات مع بعضهم البعض، وغير نصيبهم دخلوا نجيب شوية تاع المزهر ونبدا نضيف فيه غير بشوية. هنا الحشو تاعنا ما لازمش يكون يابس، وما لازمش يكون يتلاصق في اليدين. راح نشكلوا كريات، وزن الوحدة فيهم 12 غرام، واللي ما عندهاش الميزان تقدر تشكلهم كريات هكا صغار، وتغطوهم بالبابي فيلم، ونروحوا نشمخوا المقروط تاعنا. هنا اول حاجه الكيله اللي كيلت بها درت نص ماء ونص مزهر. هنا ما نشمخوش ضربه واحده، لا، نبداو نرشوا فيه غير بشويه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا في الفيديو، وما نعجنوش غير بالاصابع برك بهذه الطريقه. نبدا نضيف في الماء والمزهر غير بشويه كما قلت لكم بهذه الطريقه، غير بالاصابع حتى تبداو تشكلوا فيه كره. كي تتشكل لكم هنا نحبسو نخليه يريح مده 5 دقائق حتى يشرب لنا هذاك الماء والمزهر مليح. هنا بعد ما فاتت 5 دقائق شرب لي كاع هذاك الماء مع المزهر، نعاود نشمخو للمره الثانيه وما نزيدولوش بزاف، ونبدا نلم فيه، نلموه برك ما نعجنوهش. وهنا بعد ما كنت لميته نبدا نشكل فيه كريات، وزن الوحده فيهم 45 غرام. باه يجوكم حبات شابين ديروا الحشو فيه 12 غرام والعجينه 45 غرام. هنا جبت المول تاعي اللي راح نخدم فيه واللي كنت دهنته بالزيت. نبدا نفتح في العجينه تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، ونحط الحشو داخلها ونغلق. نحط الحشو داخلها ونغلق، ونبدا نكور فيها ونحطها في المول تاعي. ودايما الجهه اللي نغلقوا عليها العجينه هي اللي نحطوها من تحت. نحطها في المول ونبدا نضغط مليح بهذه الطريقه، ونبدا نحي في الحبه تاع المقروط تاعي غير بالعقل بما يخسر لناش الشكل. شوفوا كيفاه جانا شباب. على بالي هذه الوصفه اذا جربتوها راح تعتمدوها في جميع مناسباتكم. ودروك بعد ما كملتو كاع راح نحضروا على طياب، ندخلوا الكوشه اللي تكون سخونه، نطيبوه من التحت غير نشوفوه طاب من التحت، نشعلوا عليه من الفوق، نخلوه يصفار برك. ما تخلوهش يحمر بزاف باه ما يجيكمش يابس. هنا بعد ما طابلنا راح نديرو مباشره في الحسل اللي يكون بارد، يا المقروط يكون بارد والحسل سخون، ولا العكس. حطيتهم في الحسل ونخليهم يتشربوا مليح مليح. خلوهم من 10 دقائق حتى ل20 دقيقة. إذا راح تقدموه في هذاك النهار عسلوه 2 خطرات، وإذا لا خلو تحسيلة الدوزيام خلوها لنهار التقديم. هنا بعد ما تشرب لي مليح حطيته في كسكاس وخليته يقطر. وبالنسبة للتزيين راح نزينوه بالمكسرات. كما نعرفوا هذا الطابع يليق فيه المكسرات. هذا المقروط يجي زاكي، ما مديرو كيلة صغيرة راح تخرج لكم كمية كبيرة. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش تجربوها وتشاركوا الوصفة مع أصدقائكم مع العائلة تاعكم لتعم الفائدة. خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. أيضا ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.